قصد يكون الإنسان شنو بين فترة وفترة ينتبه إلى بعض النقاط المفصلية بحياته، بحيث أنه يصير كل وضعه مرتب، وضع الدنيوي مرتب، وضع الأخروي مرتب، وضعه ويا الإمام المهدي عليه السلام مرتب. أعطي كل شيء إلى وقته، عائلتي أعطيها وقت، الدنيا أعطيها وقت، مكسبي الحلال أعطي وقت، والله هم أعطي وقت، الإمام هم أعطي وقت، بس وقت ثابت. مثل ما عندي وقت ثابت للأكل يكون عندي وقت ثابت لرب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا مو بالتكليف العام، التكليف العام هذا غصبا عليك تحصل عاصل، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن أو شيء من القبيل، لا. احنا قاعد نحكي كان محور كلامنا عن التكليف الخاص للناس اللي واصلين إلى درجة من الإيمان عالية، لأنه يا أيها الذين آمنوا بالنتيجة. ماكو واحد يوقفكون على ضاية وحدة، درج الله رفيع الدرجات، بمعنى آخر قولة السيد لا متناهي الدرجات، كل ما تصعد درجة كنت تصعد اللي وراه، وهكذا إلى ما لا نهاية. كلما تقربت تتقرب أكثر، كلما تقربت أكثر تقرب بعد أكثر، وهكذا وهكذا. فإذا يحتاج الإنسان شيء يبرمج حياته، يحتاج أن يكون عنده برامج، مثل ما نبرمج حياته بالدنيا، يعرف وين يروح وين يجي وش يشتغل وش قد يصرف وش قد يضم وش قد يجمع وش يسوي سلفه، يعني هاي تفاصيل الدنيا خلينا نسميها. يكون عنده تفاصيل الله سبحانه وتعالى، تفاصيل الآخرة، تفاصيل العلاقة الخاصة، تفاصيل لخدمة الإمام عليه السلام، هم مسوي لها برامج خاصة. يعني أنت هسه مثلا تتزوج، شو تسوي؟ أول ما تفكر كنت تشتغل، تفكر تسوي سلفة، تجمع مبلغ من المال، بعدين تدور على المرأة الصالحة، بعدين تودي أهلك يخطبونها. شوف هاي كلها تفاصيل تخطيط إرادي، وهي شنو؟ هي مجرد زواج، تزوج لك مرة بشر مثلك، حالة من حالك، ويجوز تغثك ويجوز تريحك ويجوز إلى آخره. زين، فما بالك أنت تريد الإمام عليه السلام، هاي ما يراد لها تفاصيل وتخطيط، لو هيك عشوائية الشغل، صبع الصبع لأنك أنت من أنصار الإمام صاير، مو بالضرورة هيك. يجوز صبع الصبع أنت ذاك البعيد من أعداء الإمام عليه السلام. يقول يبيت الرجل مؤمنا فيصبح كافرا، يبيت كافرا فيصبح مؤمنا، اكو شيء اسمه الإبدال بالنتيجة. موضع الشاهد يبرمج الإنسان حياته، لازم الله سبحانه وتعالى لازم عنده علاقة به، فش يحتاج عنده برنامج خاص للتعاطي مع الله. الإمام عليه السلام إمامنا مفترض الطاعة، ولي العصر، وإمامنا الفعلي والواقعي الآن، خلص هاي شو راد أبرمج وضعي على أمر معين، وأقول هذا البرنامج للإمام عليه السلام. والوضع العائلي يراد له برنامج، حتى ما تصير حياة الإنسان عشوائية، ما يدري شو وقت ينام وش وقت يقعد وين راح يروح باكر وعقبه شو يسوي. لا أنا عندي تخطيط. شوف هسه الدول يقول لك خطة خمسية مثلا، يسوون تخطيط ل5 سنوات، خطة اقتصادية مثلا، خطة عشرية، 10 سنين يخططون ايش راح يسوون بهاي ال10 سنين. فالإنسان المفروض هم عنده هيك تخطيط. هسه ما نقول 5 سنين، خطط لمدة 4 أشهر عن عمل، مدة 40 يوم. قلت الرواية يقول إنه من أخلص لله 40 صباحا فتحت ينابيع الحكمة في قلبه وانطلق بذلك لسانه. فخلي يصير خطتنا 40 يوم مثلا. أنا أعرف بهاي 40 يوم أبدي من فلان نقطة وانتهي بفلان نقطة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ويومية بالليل قاعد تحاسب. شلون واحد عنده محل حتى ما يخسر، يومية يحسب دخل ايش قد باع، ايش قد اشترى، ويعرف ربحه ايش قد وايش قد باكر يسوي. هاي التفاصيل مالات الدنيا نفس انعكس على الله سبحانه وتعالى وعلى الإمام عليه السلام. فأجي بالليل أحاسب وضعي. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. شغلة مو حكي، مو لعب، مو سهلة. ليش تضيع بعدين؟ الله طاك فرصة، ليش تضيعها يعني فرصة؟ وهي كلها تاكل وتشرب وتنام يعني بالنتيجة، وكلها متزوجة. رسول الله كان ياكل ويشرب وينام متزوج، وابو سفيان هم ياكل ويشرب وينام ومتزوج، لكن هذا ذهب إلى جهنم وذاك ذهب إلى الله سبحانه وتعالى. بالنتيجة الله ما قال لك لا تاكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تنام ولا تصحى السيارة ولا تلبس ملابس مرتبة. الله ما طلب منك هذا الشيء. الله قال لك خلي ظاهرك للدنيا وخلي باطنك إلي.
زين انت ما يصير اثنينات تاخذهن الك، يعني يقول لك القلب حرم الله، شو يريد يحكي لك بعده؟ وقاعد يحكي لك مثلا فارسي، يحكي لك ياباني، قاعد يقول لك بصريح العباره القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. زين انت ايش معنى تحب ابنك وتحب مرتك وتحب جيرانك وتحب صديقك وتحب مدري وتنقهر على هذا وتضوج على ذاك والله ما حاطه بالحسبان؟ شنو حكي هذا؟ مو صحيح حكي. وانما اكو شيء الك اخذه لك، ماكو شيء. لكن اكو شيء مو الك، هو الله قاعد يقول لك، او الامام عليه السلام قاعد يقول لك القلب حرم الله. بعد انت شنو بكيفك تجي تدخل اشياء براحتك، مو مالتك، هو مو مالتك، حرم الله سبحانه وتعالى. هي المشكله، شوف احنا وين عندنا مشكله، وين مشكله بالاستقلاليه مرات تصير. يعني شوف هسه انت من واحد يريد يحكي يقول لك روح طلعت من فلان مثلا، هذه روحي روحك يعني بالنتيجه تخالقها؟ لا. صانعها؟ لا. تتحكم بها؟ لا. اذا ارادت تروح من هذا الجسم تلزمها؟ لا. اذا ارادت تبقى بالجسم تقدر توخرها؟ لا. شنو روحك؟ ما ليش يعني تنسبها الك؟ يعني مو صحيح ان تنسبها الك، مو روحك هي بالنتيجه، وانما شنو؟ جعلكم مستخلفين فيه. يقول في القرآن الكريم، يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهور. خولناكم، شوف يعني الفلوس لا مالتك، والبيت لا مالتك، وجسمك لا مالتك، وإيدك لا مالتك، وعيونك مو مالتك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة الآخر. نجعل له عينين، الله مخلي لك العيون، يعني هو الله مخلي لك الدين، هو الله مخلي لك، مو انت سويت لنفسك ولا ابوك وامك سووا لك اياه. ايش قد اكو ناس مثلا يصير عندهم طفل معوق يطلع، لو يطلع مخبل مثلا، لو يطلع مثلا ناقص ايد، لو رجل، لو اعمى، لو ما ادري شنو. زين هم معقوله هم وابوه يردون ابنهم يطلع هيك؟ لا طبعا، مو بكيفه. يصوركم في الارحام كيف يشاء. شوف انت اخوان اثنين، واحد يطلع اسمر وواحد يطلع ابيض، وهم الاب والام نفسهم، مو بكيفه. الاب يتخير يقول انا اريد ابني يطلع علو، وهذا يقول اريد بنيه، وهذا يقول اريد ولد. مو بكيفك هي بالنتيجه. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. هو بكيفه، لا بكيف الام ولا بكيف الاب ولا بكيف الاهل. فاذا احنا بالنتيجه ما نملك شيء. لحتى هاي الدنيا عندنا نسولف، هاي الدنيا هي الدنيا من خالقها؟ احنا خالقين لو الله خالق. انت ليش بعد انه هاي الاستقلاليه الزايده عندنا؟ منين جايب هاي الاستقلال؟ اوهام، مو اكثر من هذا ترى، صدقني اوهام. انت لا تملك نفسك ولا تملك عقلك ولا تملك جسمك ولا كل شيء ما تملك. من قبيل هسه شوف هسه واحد الله راد يسلب منه الحول والقوه وينشل مثلا، لو يروح اقوى اطباء العالم ما يرجع يمشي مره ثانيه، خلص هاي الحول والقوه مال المشي انسحب من عنده، انشل، انتهت السالفه. احنا شوف لما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مو مالتنا الحول والقوة بالنتيجة، مالت الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا ايش وقت نذكرها؟ لما نسمع ان واحد مات، لو واحد اندعم، لو واحد مثل شنو، في حين هذا برنامج عمل كامل. أن يتبرأ الإنسان من هاي النظرة الشركية انه انا عندي حول وقوة وانا قوي وانا فلان وانا ابن فلان وانا بالتيار الفلاني وانا بالحزب الفلاني وانا بالجهه الفلانيه، ماكو شيء حكي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون، احنا منه وفيه واليه. خلص هاي ماكو شيء يعني انك نسمي. لكنه بعض الاحيان الانسان يغفل وينسى، فيتصور تصورات اوهام، بالنتيجه لما يموت يقول له لقد كنت في غفلة عن هذه الحقيقة، يعني فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شوف الواقع انت، نفس هذا الواقع اللي تسولف لنا عليه لو غيره، نفس هاي من تقول انا فلان وانا فلتان وانا سويت وانا صليت وانا صدقت وانا، هاي الانانية مالتك لقيتها هنا لو ما لقيتها لا راحت انتهت فلشت. فهذه من النقاط اللي تحجب الانسان عن الامام وعن الله، اللي هي الاستقلالية، انه الانسان يشعر انه مستقل في قراره، مستقل في ارادته، مستقل في شنو، مو مستقل الانسان بالنتيجه.
المفروض انه انسان يوكل امره الى الله سبحانه وتعالى، انه اللي يريد الله اسوي، اللي ما يريد الله اضرب به عرض الجدار في ماله. الحكي والفعل والنظره والمشاعر والحب والكره كلها قيدها بقيد الله سبحانه وتعالى. الله شي يحب انا احب، الله شي يكره انا اكره. اما انه انا اكره لواحد الله يحبه او احب لواحد الله يكرهه مو صحيح هيك. يعني معناها انت قاعد تقول لي الله انت بمكانه وانا بمكانه في مالنا. صرفت لي السالفه صرت وياك يا الهي، ما صرفت لي السالفه اقول لا ما له علاقه. أنا انسان مخير وانسان كيف يشتغل وانسان يعني هي الدنيا بالنتيجه